حسب جريدة RMC الفرنسية، إشبيلية رفض عرض بقيمة 15 مليون يورو من باريس سان جيرمان لضم حارسه المغربي ياسين بونو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأضاف المصدر أن إشبيلية سيرفض الاستماع لأي عرض يقل عن 20 مليون يورو. أما فيما يخص اللاعب جبران، يجدد عقده لموسم آخر مع فريق الوداد الرياضي البيضاوي، وهذا راجع للسياسة الجيدة لرئيس النادي سعيد الناصري، الذي يعقد الأمل على الدعائم والركائز الأساسية من ضمنها اللاعب جبران في وسط الميدان. ومع جديد الوداد البيضاوي، الرئيس سعيد الناصري يتعاقد مع منتصر الحتيمي القادم من الفريق التركي طرابزون سبور. هذا التعاقد يعتبر جد رائع مع هذا اللاعب الذي يتميز بمهارات وإمكانيات جيدة، واللاعب لازال في سن